السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يعيش اللاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من عدم الاستقرار داخل النادي الفرنسي بعدما تألق بشكل كبير جدا في إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني قبل 3 سنوات، حيث لم يظهر على المستوى الكبير الذي بصم عليه مع الأندية الأوروبية التي لعب لها من قبل، سواء من حيث التمرير أو التسجيل، بالرغم من تألقه الكبير مع المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم بقطر الأخيرة. وبات خروج الدولي المغربي أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي ضروري في الوقت الحالي، فاللاعب المغربي لا يشعر بالراحة مع ممثل العاصمة الفرنسية بالمطلق، مع تواجد بعض العناصر داخل الفريق التي تجعله منعزلا ولا يقدم الإضافة الكبيرة للفريق. من المنتظر أن يتم الحديث عن مستقبل الدولي المغربي أشرف حكيمي نهاية الموسم الجاري مع إدارة النادي الفرنسي من أجل الحسم في الكثير من الأمور التي تعرقل مسيرة اللاعب في الفريق الباريسي، ومنها تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا. إن وجود هذا الثنائي اللاتيني يحد من إمكانيات كل من الدولي المغربي أشرف حكيمي والفرنسي مبابي، ما قد يدفع إدارة النادي بالتخلص من أحد أبرز اللاعبين في الفريق، حيث إن خروج حكيمي قد يتحقق هذا الصيف بعد تعاقد الباريسي مع سكرينيار من إنتر ميلان الإيطالي ورغبة ريال مدريد الإسباني في ضم ظهير المنتخب الوطني المغربي. وقال حكيمي في تصريحات إعلامية عن إمكانية العودة إلى ريال مدريد: سأكون دائما ممتنا لريال مدريد، إنه منزلي وسنرى ما سيحدث في المستقبل، لأنه ليس الوقت المناسب للتحدث عن ذلك، ولكن ريال مدريد سيبقى منزلي. وأضاف قائلا: تحقيق دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد كان أكبر إنجاز حققته في مسيرتي حتى الآن. ريال مدريد منحني الفرصة عندما كنت صغيرا، تعلمت كل شيء هناك، الآن أنا مدين له بكل شيء. وشكل انتقال الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي واحدا من أسوأ القرارات التي أقدم عليها اللاعب، بعدما كان بين خياري العودة إلى ريال مدريد الإسباني أو اللعب مع بايرن ميونخ الألماني أو تشيلسي الإنجليزي، حيث رفض الانتقال إلى البافاري بايرن ميونخ، وعول على مشروع ناصر خليفي من أجل الفوز بالألقاب الأوروبية الكبيرة، خاصة وأن صاحب الباريسي ينوي التتويج بلقب عصبة الأبطال الأوروبية بعد سنوات من المحاولة. وعرفت قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مستجدات جديدة على خلفية إقرار الضحية المزعومة أمام هيئة المحكمة عدم تعرضها لأي محاولة اغتصاب من حكيمي الفرنسية، بأن خيوط المؤامرة بدأت تنفرد تلقائيا، رغم أن والدة الضحية ما زالت متشبتة بالتهمة الملفقة للنجم المغربي. وزعمت والدة المدعية أن هناك جهات اتصال تضغط على ابنتها لتغيير أقوالها الأولى التي زعمت فيها تعرضها لمحاولة اغتصاب. ويرى كثيرون بأن حكيمي فقد الكثير من المقومات منذ التحاقه بالفريق الفرنسي، ولم يظهر الشراسة المعروف عنه والحس التهديفي العالي الذي ميزه مع أندية بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي. ويمر مدافع المنتخب الوطني المغربي حكيمي بفترة عصيبة منذ قدومه إلى الدوري الفرنسي، فقد تراجع حضوره وتأثيره على أرضية الملعب تسجيلا وتمريرا، وهو الذي كان أفضل ظهير أيمن في العالم عندما كان لاعبا في إنتر ميلان الإيطالي الذي توج معه بالدوري الإيطالي، وكان أكثر اللاعبين المؤثرين داخل الأزرق رفقة البلجيكي لوكاكو، إلا أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح في فرنسا، فاللاعب أصبح غارقا في عروض الأزياء والإشهارات، خاصة عندما ارتبط بعارضة الأزياء التونسية هبة. وبات خروج الدولي المغربي أشرف حكيمي من فرنسا أفضل بكثير من بقائه هناك. اللاعب لن يربح أي إنجاز يذكر بعدما بات الفريق الباريسي خارج دوري أبطال أوروبا، فيما يحظى اللاعب المغربي باهتمام كبير من أندية كثيرة تسارع للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة نادي ريال مدريد الإسباني الذي ينوي استعادة لاعبه السابق، إلا إذا كان تفكير اللاعب مادي أكثر منه تتويجا بالألقاب
وصناعة تاريخ كروي.